المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، معكم فيها صلاح الدين حسين، والبدء بالعناوين. دعم للمحتاجين في دك محري وصرونا. دورة تدريبية في مكافحة الجراد في الإقليم الجنوبي. جهود لتطوير المركز الشبابي في حقات. الصحة العالمية تستأنف التجارب السريرية حول الهيدروكسي كلوروكين. ميركل تكشف عن خطة مالية لإعادة إطلاق عجلة اقتصاد برلين. واتفاق بين الهند واستراليا على تبادل استخدام القواعد العسكرية. أهلا بكم مشاهدينا. دعم المواطنون في مديريتي دك محري وصرونا المحتاجين ماليا وعينيا. ففي هذا الصدد قدم سكان ضاحية قرع بمديرية دك محري أكثر من 82 ألف نقفة تم شراء الذرة بها وتوزيعها على الأسر المحتاجة. وألقى عدد من المواطنين بالمديرية إيجارات البيوت لشهرين و3 أشهر و5 أشهر. وفي مديرية صرونا قدمت جمعية معاقي الحرب الذرة والمواد الاستهلاكية الغذائية والدعم المالي لأعضائها. وألقى السيد محمد إبراهيم نميري من بلدة صرونا إيجار مطعمه حتى زوال وباء الكورونا. وفي هذا الصدد أيضا قدم المواطنون في الداخل والخارج وعلى مستوى الأفراد والأسر والإدارات والاتحادات الوطنية مساعدات شعبية لتنمية صندوق التصدي لفيروس كورونا المستجد. لمزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير الذي أعده زميل أمير عثمان. قدم المواطنون في الداخل والخارج وعلى مستوى الأفراد والأسر والإدارات والتنظيمات الوطنية مساعدات شعبية لتنمية صندوق تصدي فيروس كورونا المستجد. ووفق التقرير اليومي لوزارة الصحة، ساهم المعلمون وأعضاء الإدارة والعمال في مدرسة الضياء ب134 نقفة، ومؤسسة FAC للألبان ومشتقاته بدق محرة ب5000 نقفة، ومحطة قبر في الساهتين لتوزيع الوقود ب5000 نقفة، وطاحونة ماتسولا في الساهية للغلال بدعر قولوس ب5000 نقفة، وجمعية قدوس ميكيل عدلوغو مقيمي أسمرة ب5000 نقفة، وجمعية بعل مريم عد فلسطين المقيمون في أسمرة ب3000 نقفة، وحانة موديرنا 2000 نقفة، وكافيتيريا موديرنا ب2000 نقفة، ومطعم ورق مصب ب2000 نقفة، وجمعية قدوس أمانيئيل التعاونية 1000 نقفة، وجمعية قدوس جبريل التعاونية بأخرية 1000 نقفة، وحلاقة أفوم هايلة 1000 نقفة. كما ساهم سكان كل من مناطق حدش عدي وعد وقري وعد حرة وبراخ وعد نباري في مديرية منظفرة ب10,000 نقفة، وضواحي قزاز قبة ب11,200 نقفة، ونوح زبان ب10,200 نقفة، وكيلولع ب8,100 نقفة، وعمال إدارة سجنيتي ب3,322 نقفة، وضحية حدش عدي بسجنيتي ب9,535 نقفة، وعد حديد ب5,000 نقفة، ولوغو سردة ب950 نقفة، وقولي ب10,000 نقفة، وزبان زقب ب1000 نقفة، وقول أحفرة ب6,000 نقفة، ودرفو ب3,000 نقفة. في غضون ذلك ساهم عمال إدارة أدوبحة ب5,000 نقفة، وماي سولومون لقطع غيار المضخات ب5,000 نقفة، ومؤسسة ماتونيلا ترقة تخلة ب3,000 نقفة، وسامي إلكترونيكس بعداق حموس ب2,000 نقفة، وحانة سابات ب3,000 نقفة، وحانة حروق حيلة ب2,000 نقفة، ومتجر دق دبرتون للتجميل 2,000 نقفة، ودبي إلكترونيكس ب2,000 نقفة، ومؤسسة طواحين زايد سيوم للغلال بشخة وود بالسرات 1000 نقفة، ومدرخ للتأهيل المهني ب1000 نقفة، وسسن لتأهيل تسفيف الشعر ب500 نقفة، ونقست ولدو للأدوات التدريس ب500 نقفة، ومؤسسة إيديكو الخاصة ب500 نقفة، ومتجر محركات كحساي وقشي قرماتيون وهيوت ونقاسي ومارسا في السهاية ولتا برهان أبرها وسنايت كل منهما ب500 نقفة.
وفي خبر آخر، نظمت وزارة الزراعة دورة تدريبية ل52 من أعضائها وقوات الدفاع في الإقليم الجنوبي في مكافحة أسراب الجراد، وتضمنت الدورة أنواع الجراد واستخدام وصيانة معدات الرش. وأوضح مسؤول وقاية النباتات في الإقليم الجنوبي سيد يوسف موباتيون أن الدورة التدريبية هدفت للقيام بالاستعدادات المسبقة البشرية والآلية قبل ظهور الجراد. وأكد المشاركون أن العامل الأهم في مكافحة الجراد يتمثل في سرعة تبادل المعلومات، وسيعملون لنقل المعرفة المكتسبة للمواطنين. أوضح حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتاب تسفاتيون في ختام الدورة أن مكافحة مخاطر الجراد تتطلب التنسيق التام. تجري جهود لتطوير وتوسيع المركز الشبابي في حقات. أوضح مسؤول الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا في المديرية أن المركز يحتضن أنشطة ترفيهية تساعد في رفع قدرات الشباب، حيث اتخذ الشباب والجهات المهتمة خطوات لتكملة النواقص. وأشاد الآباء بالجهات المساهمة لتطوير المركز، داعين أبنائهم للاستفادة الجيدة من المركز وتطوير قدراتهم المهنية. ويشتمل المركز على قاعة ومكتب وقسم للحواسيب ومكتبة وملعب وكافتيريا، وتعد قلة المعدات من أهم مشاكله وتحدياته. استشهد اليوم 4 يونيو المناضل المعاق تخلي أبراهام، الذي كان تحت رعاية وزارة العمل والرعاية الاجتماعية عن عمر بلغ 71 عاما. والتحق المناضل تخلي أبراهام بصفوف قوات التحرير الشعبية عام 1972، وخدم بتفان وإخلاص لشعبه ووطنه. والمناضل الفقيد رب أسرة وأب ل8 أبناء، وقد وري جثمانه الثرى في مقبرة الشهداء بأسمرة عصر اليوم. وتعرب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية عن بالغ حزنها لاستشهاد المناضل تخلي أبراهام، وتقدم تعازيها الحارة لأسرته ورفاقه. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. وفي الشأن العالمي، أعلنت منظمة الصحة العالمية معاودة التجارب السريرية حول الهيدروكسي كلوروكين بعد 9 أيام على تعليقها. وكانت المنظمة قد أعلنت في نهاية أبريل مباشرتها تجارب سريرية حول الهيدروكسي كلوروكين، خصوصا سميت التضامن، بهدف إيجاد علاج فعال لمرض كوفيد-19. وفي 25 من مايو أعلنت المنظمة العالمية تعليق التجارب على الهيدروكسي كلوروكين إثر نشر دراسة في مجلة ذا لانست الطبية، اعتبرت أن هذا العقار غير مفيد، لا بل مضر أحيانا في معالجة كوفيد-19. وكان الهدف من التعليق السماح للمنظمة بتحليل المعلومات المتوافرة على أن تصدر قرارا في منتصف يونيو. وأكد المدير العام للمنظمة تيدروس أدحانوم غبريسوس أنه بعد تحليل البيانات المتوافرة حول الوفيات، رأى أعضاء لجنة السلامة والمتابعة في المنظمة عدم وجود أي سبب لتعديل بروتوكول التجارب السريرية. أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن خطة لتحفيز أو لإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية الألمانية ب130 مليار يورو لعامي 2020 و2021 في مرحلة ما بعد وباء كوفيد-19. والمبالغ المذكورة ستخصص لتنشيط الاقتصاد الذي تأثر كثيرا بالوباء وشهد ركودا كبيرا، خصوصا لناحية التصدير. ومن بين الإجراءات التي تزمع الحكومة الألمانية تفعيلها قريبا رفع مبالغ المساعدات الاجتماعية، وأيضا مضاعفة المكافأة المادية من أجل دعم قطاع صناعة السيارات، وأيضا تخفيض مؤقت للضريبة على القيمة المضافة. وتأثر الاقتصاد الألماني أكثر من الفرنسي، وهما الأكبر أوروبيا، خصوصا وأن اقتصاد برلين بعكس الاقتصاد الفرنسي يعتمد بشكل أساسي على التصدير إلى الخارج.
قالت وزارة الخارجية الهندية أن الهند وأستراليا أبرمتا اتفاقا على استخدام القواعد العسكرية في كل منهما، وهو اتفاق سيمهد الطريق لمزيد من التبادل العسكري والتدريبات في منطقة المحيطين الهندي والهادي. وجاء توقيع اتفاق الدعم اللوجستي المتبادل خلال قمة افتراضية بين رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي ونظيره الاسترالي سكوت موريسون. وهناك اتفاق مشابه بين الهند والولايات المتحدة يعتبر جزءا من تعاون عسكري أوسع نطاقا يهدف لتحقيق التوازن أمام نفوذ الصين الاقتصادي والعسكري المتنامي في المنطقة. أودت عاصفتان استوائيتان بحياة 26 شخصا على الأقل منذ الأسبوع الماضي في أمريكا الوسطى بحسب حصيلة رسمية جديدة. وأفادت حصيلة حكومية جديدة أنه في السلفادور تسببت العاصفتان أماندا وكريستوبال بوفاة 20 شخصا وفقدان 13 شخص. من جانب آخر أودت العاصفة أماندا التي ضربت المنطقة بحياة 4 أشخاص في الهندرواس واثنين في غواتيمالا. وتسببت العاصفتان بفيضانات وانزلاقات تربة وانقطاع التيار الكهربائي والإمدادات بالمياه العذبة. وبحسب رئيسة مكتب حكومة السلفادور كارولينا ريسونوس فإنه تم إجلاء 11,179 شخصا ونقلهم إلى 210 ملجأ في مختلف أنحاء البلاد. وتشير توقعات الأرصاد الجوي إلى أن الأمطار الغزيرة ستواصل الهطول في السلفادور، حيث دعت السلطات السكان إلى البقاء متيقظين. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.